اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ اموركم كلها هانيه؟ المهم هاد الدخله ديالي راه كيف ما قلت لكم ولفتها. نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال. البنات انا اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي غزاله. كما تتعرفوا الصيف على الابواب. كنمشيو للبحر، كنمشيو لابيسين، الوجه تيتحرق لينا. المهم انا براسي راه صراحه ما بقيتش دائما مواظبه على الوصفات، ولكن نتوما اللي كتشجعوني وكتخلوني باش نضطر نوض وندير الوصفات. منها كنتهلا في البشره ديالي، ومنها حتى نتوما كنعطيكم الفائده. المهم البنات الماسك ديال اليوم غزال بزاف، غتشوفوا النتيجه. مهم مع المداومه، غتشوفوا ملي غتغسلوا غيبان لكم الفرق بين الاول والثاني. ولكن دائما ما تنقولش لكم واو غادي تبيضوا في النهار الاول في البلاصه، غتولي ما كايناش شي حاجه غادي تبيضي في البلاصه. راه الطبيب الا تبعتي معاه خديتي التريتمون راه خصك تاخدي التريتمون وتبعها. كذلك ومثال الوصفات الطبيعيه. الوصفات الطبيعيه مزيانه، ولكن كتبغي المداومه، يعني تبعي وغتشوفي النتيجه اللي غادي ترضيك ان شاء الله. المهم ما نطولش عليكم البنات، انا غنمشي معكم باش نوريكم مكونات بساط موجودين. تكوني عاكزه، تكوني ما فيك ما يدار غادي ديريها، غتجيك بسيطه بزاف وما فلوس ما تضيعيش بزاف. وكنتمنى من الله البنات تكونوا جربتوا الوصفه اللي عطيتكم ديال تساقط الشعر. البنات انا راه قلت لكم شعري طاح بزاف، الحمد لله الحمد لله البنات. ها هي النتيجه كتشوفوها قدامكم. شعري الحمد لله. هذيك الوصفه زوينه البنات، جربوها ما غاديش تندموا والله الا زوينه. غير تبعوها مزيان. بالنسبه اللي شعرو ناشف من بعد يعاود مني يديرها، مني يعوم دير الزيوت ولا مني يرش كاع. اون بليس راه هي ديجا الزيت ديالها راه كيطلق الشعر. غير بالنسبه لي يقول لك شي واحد فيها الزعتر ولا فيها شي حاجه، ولكن البنات نتوما كتشوفوا النتيجه. ها هو شعري قدامكم راه كان خفاف 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 بزاف البنات. شوفوا الحمد لله الحمد لله البنات. تبعوا الوصفه، دخلوا شوفوها وتبعوها راها زوينه بزاف. المهم كنتزعزع بزاف لحقاش انا شاده راسي، سمحوا لي على التصوير. انتما معايا باش نوريكم الوصفه. البنات الوصفه هي هذه. المكون الرئيسي هو الشاي الاخضر. هو كيكون الشاي الاخضر، وما كرهتش يكون عندكم حتى الشاي الاسود، يعني ديروهم بجوج، الشاي الاخضر والشاي الاسود. هنا البنات هنا كاين طحين ديال الفاصوليا البيضاء او ديال اللوبيا البيضاء اليابسه مطحون. طحين تمشي عند اي عطار راه ولاو تيطحنوا كلشي. هو هذا. هذه معلقه كبيره ديال نشا الذره. هذه اللوبيا البيضاء والفاصوليا البيضاء اليابسه. كاينين شي ناس تيقولوا لي راه ما تنفهموش، كيدخلوا عندي في التعاليق كنعاود من جديد كنفسر لهم. تيكونوا ماشي مغاربه عراقيين ولا شي حاجه ما تيفهموش، نعاود لهم في لي كومونتير. المهم هذه دقيق ديال الفاصوليا البيضاء او ديال اللوبيا البيضاء اليابسه المطحونه. هنا البنات دقيق ديال نشا الذره، وهذا نشا الذره معلقه كبيره. هذا نيدو او حنا تنقولوا الحبيب الحليب المجفف. المهم بنات هذا الحليب المجفف معلقه كبيره. هذه نشا الذره، هذه الفاصوليا البيضاء، وكاين اتاي. هادشي يعني غالبا تيكون في اي دار موجوده. ما قدرتيش بحال اللوبيا غتلقايها في الدار، واحد 6 الحبات 7 8 تلقايها. طحنيهم الا ما غاديش تمشي عند هذا. وكاينه معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. المهم انا درت ساشيه معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. المهم كنشدوا البنات. انا هنا كنت ديجا وجدت باش ما نعطلش عليكم لا فيديو. هنا وجدت البنات سميتو اتاي، درتو في الماء مغلي، وديروا معاه الشاي. هذا الاخضر. الا عندكم الشاي الاسود هي هذيك، ما عندكمش ماشي مشكل. غديروه وتخليوه واحد 3 دقائق 4 دقائق حتى يطلق. انا خليته حتى طلق في الماء مغلي، طفيت عليه وخليته حتى طلق. وغنخلط المكونات البنات كاملهم مع بعضياتهم تتولي بحال الكريمه، وغديروها في البشره ديالكم وغتردوا ليا البنات الخبار. راه زوين، غير تبعوه والله لا زوين. انا راه ما تنحملش نبقى نحلف، ولكن دائما تنقول لكم داوموا الحاجه اللي قلتها لكم، غير داوموا. ما يمكنش انك ديري حاجه وتقولي صافي بغيتها. غتشوفوا الفرق، غيبان لك، غتشوفي لابو ديالك، البشره ديالك كيفاش ولات رطبه وزوينه هكا كتبري، يعني النضاره فيها غتشوفيها. ومني غتتبعيها على الاقل مره في الاسبوع او 2 مرات في الاسبوع غتشوفي الفرق. عندك 15 يوم حتى
تكملي شهر كاع غتشوفي فرق زوين البنات. هانتوما معايا. المهم البنات هنا غادي نخلطوا المكونات كاملهم كيف ما شفتوا. هنايا حليب غبره يعني حليب بودره، يعني بغيت نقول حليب بودره معلقه كبيره. هنا نشا الذره البنات معلقه كبيره، مع معلقه كبيره ديال الفاصوليا البيضاء ياك. هاد المكونات راه زوينين بزاف البنات، كيعطيو نضاره للبشره. هنا معلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان. المهم تنشدوا هاد الشاي الاخضر، كنحاولوا نخلطوا ما تفرغوش كلشي حتى تعرفوا القياس. حنا بغيناه ما يجيش خفيف بزاف وما يجيش ثقيل بزاف البنات. صافي هكا غادي نخلطوا المكونات. غادي تشوفي انت القياس اللي غادي ها هو. ودائما البنات الا درتو شي ماسك حاولوا ما امكن ما ديروهش في البلاصه، عطيوه واحد 2 دقائق 3 دقائق حتى المكونات كامله تنسجم مع بعضياتها باش يعطيونا الفائده ديال بعضياتهم كاملين، يكون داكشي متجانس. دائما عطيو الوقت. المهم هذه هي النتيجه، هذا هو القوام بحال هكا البنات. وغنديروه في البشره ديالنا وان شاء الله هانتوما معايا غتشوفوا النتيجه النهائيه. انا دائما كنحط معكم الفيديو في الاول وكنوريكم النتيجه دائما. هكا خصو يكون البنات، شفتوا. المهم البنات دابا انا غادي نحط الوصفه. جمع شعري. هكا شفتوا كيجي بحال شي كريم. الماسك ديما البنات بالنسبه للبشره اللي ما فيها والو 15 دقيقه، دائما تنقولها حتى ل 20 دقيقه. البشره اللي فيها تصبغات وفيها ليطاش وداكشي حتى ل 30 دقيقه فقط، ما تفوتيش كتر، مكايناش ساعه ولا شي حاجه. عرفتي هاد الماسك البنات زوين بزاف الصراحه. لي ماسك كامل وملي اللي كندير زوين، غير بنادم خصو يتبع وما خصوش يعكس، وماشي تبقاو غير تفرجوا هكا وصافي وما تجربوش الحاجه. لا، نوضي وديريها وجربي وغتعرفي. اما الا بقيتي غير كتفرجي صافي هكا ما غتستافدي والو. شي هذيك الفاصوليا شتي مطحونه ولكن ماشي مزيان، ولكن ما كتجرحش ليا وجهي صراحه. المهم بنات دائما تنقول لكم ما تنساوش العنق. انا حيت كندير معاكم ما كنديرش عنقي، دائما العنق انا راه ملي تنكون بوحديتي كندير عنقي باش نغسل على خاطري. ملي كنبغي نوري معاكم الوصفه ما كنديرش عنقي. انت نكون ديجا درتها غير باش نشاركها معاكم صافي، خصني نوريكم كلشي. ومازال غادي البنات مازال غادي تعقد. ملي تشوفوها هكا عقاده تزيدوا عليها هذاك الماء ديال الشاي الاخضر، عاودوا ضيفوه صافي وغتخفاف. ريحه القهوه زوينه. وكعرفتوا القهوه كتنشط الدوره الدمويه، كتنشطها في البشره. صافي هكا. المهم انا غنمشي حتى من بعد ملي نغسل الماسك وغادي نشارك معكم النتيجه النهائيه. كما قلت لكم انا خليت واقيلا هاد البلاصه. دائما حاولوا العينين ما تقربوش ليهم، دائما هنا. البنات راه كتحيد بزاف السواد، عرفتي تتقضي عليه.
كتقضي عليه بزاف. حاولوا غير تتبعوا الحاجه وغتشوفوا كتقضي على السواد البنات، كتخلي البشره صافيه. انا راه كتعرفوا وجهي اللي غادي يشوف الفيديوهات في الاول غتشوفوا وجهي ما كانش بحال هكا، كان مغموق باش نمشيو ليطاج. ما خليت ما درت الصراحه. مشيت عند طبيبات الجلد، تبعت، درت لي سوان، درت تقشير، ما خليت. وانا ما كانوش عندي كلف، يعني كلف هكا، لا كانوا هكا بحال الخطوطه. في الاخر مني عييت صافي، ما بقيت ميكت. بديت بلي ماسك، بقيت بلي ماسك بحال هكا. كتبان لي النتيجه، وليت كنخرج على خاطري، لحقاش ملي كتكوني كتبعي لي برودوي ديال الطبيب حقا كتبان لك، تبدا تبان لك النتيجه زوينه. ولكن البنات، ولكن ما خصكش تخرجي تعرضي البشره ديالك للشمس، ما خصكش تمشي للبحر، خصك ديري ليكرون بزاف، ما خصكش تكوني طيبي ولا الفران الا ضربك كيرجع كلشي من جديد. يعني بحال كتخوي الماء في الرمله ما عرفت 8 اليوم. وما يمكنش البنات. كيفاش انا غندير؟ غادي نخرج نتقضى، غنبغي ندي وليداتي للبحر، غادي نبغي، ما يمكنليش انا نبقى مخشيه. عرفتي وليت كندير الزيف بحال هكا على وجهي صافي. ومن بعد ولات هذيك الطاشه كبيره صافي، وقلت بلاش عليا، خليك فيما هو. مني بديت كندير الصابونه ديالي وكندير لي ماسك ديالي وكنتبع، تنخرج على خاطر الزنقه. ما كترجعش ليا بالسواد كثر. انا ما كنضربش في زعما في داكشي ديال الجلد، راه كل قريت وداكشي. وكنت نقول لك غير بالتجربه ديالي انا شنو وقع ليا. بقيت على راحتي، لابو ديالي ما بقاش تيقرصني، لحقاش كنت ملي كندير هذاك لي برودوي داكشي بحال الجلد رهافت. كنولي اي حاجه درتها كتولي حساسه، كتاكلني، كنبقى متبع بزاف د الحوايج. دابا تهنيت البنات. مؤخرا كنت درت واحد لاكريم، قالت لي واحد البنت راه زوين، قلت انا نجربه، درته عجبني. غير بدات الشمس هو رجع لي نفس المشكل، وهي تولي هاد الطاشه كبيره بحال شي بابيون، ولات انا دايره بحال شي فراشه. هي باش اضطريت ثاني البنات، غنطول عليكم جلست كنهضر معكم حتى غير كنعاود لكم كيفاش اضطريت انايا باش وما تنخافش. ولي برودوي الاخرين زوينين، ولكن راه عندهم مشكله. خاصك واحد الفتره، يعني من شهر 9 المونف تبداي تحبسي في الاخر ديال 2 ماكسيموم 3. الا بقيتي متبعه داك التريتمون حتى لهداك الوقت راه كتخرجي على البشره ديالك. وإلا حبستي راه كيعاود يرجع هذاك الشيء. انا ما فهمتش. المهم هادشي اللي كاين راه ما كيمشيش. المهم هذا هو المشاكل اللي لقيت، لا في اي حاجه. ما خليت تقشير، ما خليت داروا لي لي باري وهذاك الشيء ديال الفيتامين سي حتى حاجه. في الاخر خلاوه عطيت حماري وتبعت هادشي طبيعي. واخا ما كتبانش لك بحال لي برودوي الاخرين في السيمانه كيبدا لك الابيض وتجيب. انا ما عندي ما ندير بالابيض ولا داكشي. انا بغيت غير بشره تكون موحده وما تكون فيها حتى شي طاشه. راه ماشي راه اللي سمر ولا بيض اللي شويه وخص بشرته غير تهلا فيها وتنقى بوحدها، ولا راه ما يمكنش. فهمتي؟ واحد يكون صريح شويه مع نفسه. انا بغيت غير بشره تكون موحده، تكون صافيه. هادشي علاش كنخدم انا. كنميك على راسي شويه، كندير لي ماسك، كنتهنى، ما كيبقاوش يبانوا لي داك ليطاج. حتى دوك ليطاج واخا كدير لي الدري كيبانوا غامقين. وانا مؤخرا راني ميكت على وجهي ثاني، وبدات كتبان لي كيف ما قلت لكم من درت هذيك لاكريم بانت ليا ورجعت من جديد البنات. المهم طولت عليكم شديت الوقت باش انا نورمالمون ولا درتو الماسك ما خصكمش تهضروا باش البشره كترتاح وداكشي وما كتكملش بحال هكا. غنخليكم حتى نغسل وجهي نكمل لكم. تشاو. هانتوما البنات الصراحه واو شوفوا البنات، شوفوا صراحه النتيجه زوينه بزاف. هانتوما شوفوا هاد البلاصه اللي كنت قلت لكم مني درت هذاك التريتمون ودارت لي الشمس، هي كتبان شي بدات كتبهات. انا نوريكم كل شيء. شفتوا؟ واو الصراحه البنات والله تغزال. بغيت نوريكم زوين. شوفوا هانتوما شوفوا البنات. انا دائما راه كنصور عندي غير تليفون عادي، راه ما عندي لا ايفون ولا شي حاجه ولا تليفون بسيط عادي. انا كنصور لكم هانتوما، راه ما كاين لا فلتر لا والو البنات. هانتوما باش تعرفوني ديما تنقولها لكم هانتوما زوينه البنات. المهم انا مني غسلت وجهي دابا البنات درت لاكريم ديالي المرطب البشره. كندير هاد السيرام هذا هو اللي كندير زوين باش كتبقى ضروري دائما من وراء اي وصفه درتو شي ماسك البنات ديروا مرطب دائما، ما تنساوش المرطب. وبغيت نقول لكم بنات بالنسبه لهذا الماسك راه هو ماسك وميم طون غوماج.
الا بغيتي تخليه حتى يبس وتغسليه بشويه خليه. الا بغيتي تخليه قبل ما يبس بزاف خدي شي فوطه رطبه وبقاي كتقومي فحال هكا، كتقومي بشويه باش كتحيدي ديك الجلده الميته. وميم طون ماسك وكوماج البنات، هذا راه مضروب في جوج وزوين بزاف، وجربوه البنات الصراحه راه رائع. انا راه كنحاول نوريكم، شوفوا زوين. ها هي هاد الطاشه شوفوا، هي اللي قلت لكم ولات ليا، والحمد لله راه غادا كتنقص. غير ما نعاودش نبقى ندير شي حاجه، اخر مره نبقى نقول نعاود نجرب شي حاجه. بارك عليا غير طبيعي كنخرج على خاطري. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي بارطاج، وشكرا لكم. وما نكونش طولت عليكم كالعاده. الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي البنات.